فيلمنا بيبدأ لما بنشوف واحدة محبوسة داخل أوضة في بيت ما، وبنشوفها بتحاول إنها تفتح الباب وتهرب منه، وبتستمر في الهرب لحد لما بتلاقي عربية كانت بتمر بالصدفة وكانت هتخبطها، وبتنزل السيدة دي من العربية وبتشوف الست اللي كانت هتخبطها واللي بنعرف إن اسمها كارولين، بتستغيث بيها وبتقول لها إنه أخد إيدها. وبعدها بفترة بنروح لواحدة اسمها سارة وبتكون حامل وعلى وشك الولادة، وفي نفس الوقت بنشوف إن الشرطة وصلت للراجل اللي كان خاطف السيدة اللي هربت من شوية، وبنشوفه بيخرج للشرطة وبيحاول يهاجمهم وبيضربوه بالنار، ولكن بيكتشفوا إن اللي في إيده مش مسدس، ولكن بتطلع كف إيد السيدة اللي كان خاطفها. وبنرجع تاني للسيدة سارة اللي بتلاحظ في العيادة إن ابنها فيه شيء غريب، وإنه مش زي باقي الأطفال، وإنه بدأ يتكلم قبل ما يكمل سنة واحدة، ولكن الدكتور بيطمنها إنه هيكون طفل ذكي جدا لما يكبر. وبيبدأ مايلز يكبر أكتر وبيدخل حضانة، بس مش زي أي حضانة تانية، ولكنها للمتميزين. وبتلاحظ المعلمة بتاعته إن معدل ذكاء مايلز تجاوز كل الحدود، وبنشوف مايلز بيراقب باقي الأطفال معاه في الحضانة من بعيد، وبيقدر يمسك حشرة في إيده وبيقتلها. وفي يوم من الأيام بتسيبه والدته مع المربية بتاعته روز وبتمشي، وبنشوف إن المربية بتطفي التلفزيون زي ما طلبت منها والدته قبل ما تمشي، وبيطلب منها مايلز إنها تلعب معاه لعبة الغميضة، وبتحط إيدها على عينيها وبتبدأ تعد. ولما بتشيل إيدها بتلاحظ إن مايلز لسه واقف مكانه وبيبص لها بطريقة خلت روز تقلق منه، وبتقول له إنها هتعيد العد من أول وجديد لحد لما هو يستخبى. وبعد ما بتخلص عد بنشوف إن مايلز بيطفي اللمبة بتاعة القبو وبيختفي، وبتفضل روز تدور عليه في كل مكان ومش بتلاقيه، لحد لما بتلاقي باب القبو بيتحرك، فبتتحرك على هناك وبتبدأ في النزول على سلالم القبو لحد لما بتدوس برجليها على إزازة كانت على سلم من سلالم القبو، ومن الواضح إنها من نفس اللمبة اللي فكها مايلز من شوية، وبتقع بعدها من على السلالم للأرض. وبتوصل والدته مايلز وبتسأله عن اللي حصل مع روز، ولكنه بيقول لها إن كل اللي فاكره إنه كان بيلعب معاها الغميضة، وكانت بدأت بالعد وبعدها مش فاكر أي حاجة تانية. وبالليل بنشوف سارة بتقوم من النوم على صوت كلبتهم تلولة بتنبح، وبتخرج عشان تطمن عليها، وبعدها بتسمع صوت تاني جاي من أوضة مايلز. ولما بتتحرك على هناك بتشوف مايلز نايم وبيتحرك حركات مش طبيعية وبيكلم نفسه، فبتعرف إنه بيحلم بكابوس. وبتلاقي التسجيل جنب منه وعليه صوته وهو بيتكلم، ولكن اللغة اللي بيتكلم بيها وهو نايم لغة غريبة، ولكنها مش بتهتم باللي بتسمعه في التسجيل. وبيصحى مايلز فجأة وبيلاقيها قدامه وبتسأله عن الكابوس اللي كان بيحلم بيه، ولكنه بيقول لها إن اللي كان بيحلم بيه ده حلم جميل مش كابوس. فبتستغرب سارة وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم في الحضانة بنشوف مايلز بيسيب مكانه ولعبته وبيتحرك ناحية أصحابه داش وهيلي، وبيطلب من داش إنه يشارك هيلي في اللعب، ولكن داش بيرفض. وبيكون نظرة مايلز لداش مرعبة جدا، وبيستأذن مايلز عشان يدخل الحمام، وبنشوفه راجع من الحمام ومعاه آلة حادة، وبيقرب من داش وبيضربه بيها. وبعد شوية بنشوف المدرسة بتاعته بتحاول تفهم منه ليه عمل كده، وبتسأله عن رسوماته المرعبة اللي رسمها. وبعدها بتعرف والدته إنه محتاج يتعرض لدكتور نفسي، وبتسألها إذا كان في حد بيعامله معاملة قاسية ولا لأ. وفي آخر المقابلة بتسلمها سارة التسجيل الخاص بمايلز. وبالليل بتعرف والده جون باللي حصل من مايلز، وإذا كان جون اتعرض لمايلز بالضرب ولا لأ، ولكنه بيفكرها جون إن مايلز كان طفل غير عادي، وبيقول لها كمان إن ممكن يكون دي طبيعته من الأول، وبيعرفها إن مايلز أخد المهدئ ونام. وبعد شوية بنشوف إن مايلز صاحي وبيرحبهم هم ونايمين. وبعد شوية بتقوم سارة من نومها عشان تطمن على مايلز، وبتدخل للأوضة اللي نايم فيها وبتغطيه. وقبل ما تمشي بتسمع صوت شخص تاني بيتكلم، ولكن الصوت ده بيكون طالع من مايلز. وبتتصدم سارة وبتقرب من مايلز عشان تتأكد، ولكنه بيصحى مفزوع وبيقول لها إن في شخص تاني موجود معاهم، ولكنها بتقوله إن مفيش غير أنا وإنت بس، ولكنه بيقول لها إن اللي موجود معاه موجود في عقله مش معاه في الأوضة. وبتتصدم سارة تاني من كلام مايلز. وفي نفس الوقت بنروح للدكتورة ستراسر اللي بتشغل التسجيل اللي أخدته من سارة، وعليه الصوت الغريب اللي سمعته من مايلز واللغة الغريبة اللي كان بيتكلم بيها وهو نايم. وساعتها بنشوف الدكتورة ستراسر بتتصل بدكتور تاني اسمه آرثر. وتاني يوم بنشوف سارة في مقابلة مع الدكتورة ستراسر والدكتور آرثر، وبنسمع الدكتور آرثر بيشغل التسجيل الخاص بمايلز، وتحديدا لما كانت سارة بتقول لمايلز إنك كنت بتحلم بحلم مزعج، ولكنه بيقول لها إنه كان حلم جميل. والجملة اللي بعديها كانت باللغة الغريبة.
غريبة. وبيقول لها الدكتور آرثر إنه لما ترجم الجملة طلعت إن مايلز بيقول لها امشي من هنا وأقل أعلى عيونك واتفرج عليكي وانتي بتموتي، وبيعرفها إن اللغة اللي كان بيتكلم بيها مايلز لغة هنغيرانية، وبيسألها إذا كان مايلز بيشتكي إنه مش لوحده وزي ما يكون في شخص تاني معاه في نفس جسمه. فبتفتكر سارة لما كان مايلز بيشتكي إنه مش لوحده وإن في حد تاني بيسمع صوته في راسه، وبتقوله إن ده فعلا حصل. وبيحكي لها آرثر عن طفل في نفس سن مايلز، وبيقول لها إن الطفل ده أهله دايما بيشتكوا إنه عقله أكبر من سنه، وإنه بيقول لهم على تفاصيل لحياة شخص مات قبل كده، وإنه هو نفس الشخص ده، وإن الشخص ده كان عنده كام أخ وأساميهم إيه، وإزاي هو نفسه مات، ووالدته اسمها إيه. الدكتور آرثر أخذ الطفل بنفسه وراح بيه لأهل الشخص ده، ولقى كل حاجة زي ما تخيلها الطفل بالظبط، وإن إخواته كانوا بلغوا سن ال50، ولكن لأن الشخص الأساسي كان مات قبل ما ينفذ وعده لأمه بإنه يغني لها أغنية وهي على وشك الموت، فقدر الشخص ده يرجع تاني من خلال جسم بادمان الطفل عشان ينفذ وعده. وفي النهاية بيقولها آرثر إن ده نفس اللي بيحصل مع مايلز من يوم ما اتولد، ودي بيسموها بحالة التناسخ. ولكن الشخص اللي بيتناسخ مع مايلز في نفس الجسم ده شخص خطير. ولكن سارة بترفض إنها تصدق الكلام ده، ولكن ستراسر بتديها اسطوانة وبتقول لها إن لازم تراجع الاسطوانة دي كويس. ومن هنا بتبدأ سارة تلاحظ تصرفات ونظرات مايلز الصغير، واللي بتحس إنها مش تصرفات ولا نظرات طفل صغير. ولما قررت إنها تلعب معاه زي ما طلب، سمعته بيردد أغنية بنفس اللهجة اللي كان بيتكلم بيها وهو نايم. ولما بتسأله عن الأغنية دي سمعها فين، فبيقول لها إنك انت اللي كنتي بتغنيها لي وقت النوم، ولكنها بتقول له الأغنية دي أنا معرفهاش ولا غنيتها قبل كده. وبتسيبه وبتروح عشان تشوف الأسطوانة اللي أخدتها من الدكتور آرثر، واللي بتكون لطفل آخر عنده نفس مشكلة مايلز، وإنه بيعيش حياة طيار سابق توفى من زمان، لدرجة إنه بيقدر يقود طيارة وهو في السن ده. وبيدخل عليها جون وبتحاول توصف له حالة مايلز، ولكنه بيقول لها إننا بلاش نصدق الكلام ده، وإن مايلز مريض مش أكتر. ومن الواضح إنها بتقتنع بكلام جون. وبالليل بتدخل سارة على مايلز في الأوضة وهو بيلعب، ولما بتنده عليه مش بيرد في البداية، ولكنه بيلتفت ليها، وفجأة بتلاقي ظهر وش شخص كبير على جسم مايلز، وبتتصدم سارة. ولما بتقرب منه تاني عشان تتأكد من الشيء اللي شافته، بتلاقيه رجع لطبيعته تاني. تاني يوم الصبح بنشوف مايلز بالمدرسة وهو بيرسم رسمة شكلها غريب، وبعد شوية بتلاحظ سارة إن مايلز بيلعب لعبة عنيفة ومندمج لدرجة إنه مش بيسمع حد فيهم. وبنشوف جون بينده على الكلبة تاتولا لكنها مش بترد، وبيرجع يبص على البيت بتاعها بيلاقيه مفتوح، وبيعرف إنها اختفت. وبياخد مايلز معاه عشان يدوروا على تاتولا. وفي الطريق بيقول مايلز لجون إن تاتولا ممكن تكون خبطتها عربية وماتت، وبيستغرب جون من كلام مايلز. ولما بيغضب من كلامه عشان قال كده، فبيتفاجئ جون إن مايلز بيقول له إن والدك كان عصبي وبيضربك وإنت صغير، وإنت علشان كده طالع عصبي. فبينفعل عليه أكتر وبيرجع للبيت عشان يعنف سارة، لأنه كان فاكر إنها قالت له حاجة عن معاملة والده معاه، ولكنها بتأكد له إن ده ما حصلش. وبيكتشف بالصدفة إن مايلز أخد الكاميرا اللي في أوضته وحطها في أوضة جون وسارة، وبيعرفوا بكده إنه كان بيتجسس عليهم. وبيرجع جون لمايلز وبيبان عليه الغضب من اللي عمله مايلز. وبالليل بيقول مايلز لسارة إنه أوقات بيكون مش هو نفس الشخص، وإنه في شيء بيخليه يتصرف بطريقة غريبة وما بيعرفش بالشيء اللي عمله إلا بعدها بفترة. وبعد شوية بتقوم سارة من النوم على صوت مايلز، وبتلاقيه صاحي وواقف في الأوضة معاها، وبيطلب منها إنه ينام جنبها لأنه خايف. وأول ما بيقرب منها فجأة بنشوفه تحول للشخص التاني، ولكن بيطلع حلم لسارة. ولما تصحى بتشوف قدامها مايلز في نفس المكان وبيطلب منها نفس الطلب. وبعد شوية بتصحى على وجود حشرات كتير في الأوضة، وبتتحرك لمصدر الحشرات دي لحد لما بتنزل للقبو اللي تحت، وهناك بتلاقي دم كتير في المكان، ومصدره بيكون جاي من الصندوق المقفول. وبعد شوية بيوصل مايلز وبيديها شيء تفتح بيه الصندوق، وبيقول لها إنه مش هو اللي عمل كده. وبتفتح سارة الصندوق وبتلاقي الكلبة تاتولا مقتولة ومحطوطة في الصندوق. وهنا بتقرر سارة إنها تاخد مايلز للدكتور آرثر، وهناك بيقول لها آرثر إن دي آخر فرصة عشان نسترد مايلز، لأن الشخص التاني هو اللي هيبقى مسيطر على مايلز بعد كده.
وبعد شوية بينجح الدكتور إنه ينومه تنويم مغناطيسي وبيبدأ يتكلم مع الشخص التاني، ولكن بيرفض الشخص التاني إنه يقوله على أي معلومات تخصه، وكمان بيقوله لو حاول يعالج مايلز أو يخرجه من جسم مايلز هيشتكي إنه اعتدى عليه جسديا وهيتسبب في شنقه. ودلوقتي أول حاجة تعملها أول ما عد ل3 ومايلز يرجع تاني إنك تبلغ والدة مايلز إن مايلز سليم وما فيهوش حاجة. وبيبدأ الشخص ده العد وبيرجع مايلز تاني لجسمه، وبيخرج آرثر وبيبلغ سارة إن ابنها سليم وما فيهوش حاجة. وبتمشي سارة من المكان وهي مش مقتنعة بكلام الدكتور، وبتوصل للبيت وبتلاقي جون في انتظارهم، وبيشوف جثة الكلبة تاتولا وبيقول لها إنه قلقان من وجود مايلز في حياتهم، وإنه حجز ليه مكان في دار رعاية وهم هيهتموا بيه. وبالليل بيتصل آرثر بسارة وبيعرفها باللي حصل، وبيقول لها إن الشخص اللي في جسم مايلز شخص خبيث وكذاب وبيعرف يتظاهر كويس قوي إنه مايلز. وبيقول لها إن مايلز الحقيقي قدر يخدع الشخص ده وقدر يحفر اسم الشخص ده من غير ما الشخص ده يعرف على الكرسي، وطلب منها إنها تبحث عن شخص باسم كارسكا على النت، وإن بيطلع إنه قاتل محترف وإنه قتل 9 نساء وكان دايما بيقطع إيديهم بعد ما بيقتلهم وبياخدها كتذكار، وإن الشخص الوحيد اللي نجا منه هي السيدة كارولاين اللي قطع إيديها وهربت منه قبل ما يقتلها، وإن الشرطة نجحت إنها تتخلص منه. وبيقول تاريخ وفاة كارسكا وساعة موته، وبتتصدم لما بتعرف إن ده نفس تاريخ يوم ولادة مايلز، هو نفس يوم موت كارسكا ونفس الساعة والدقيقة. وبعد شوية بتسمع صوت جاي من بره، فبتقفل مع آرثر وبتلاقي جون قدامها، وبتحاول تحضن جون وبتقوله بصوت واطي إننا لازم نلاقي حل لمايلز. وتاني يوم بينتظر مايلز إنه يروح المدرسة، وبيجمعوا شنطهم وبيقرروا يسيبوا البيت، وبيعدي جون على مايلز في المدرسة عشان ياخدوا من هناك. وأثناء ما هم في الطريق للرجوع لسارة بنشوف جون بيعترف لمايلز إنهم هينتقلوا لمكان تاني وفي ناس متخصصة هتقدر تعالجه من الحالة اللي هو فيها، ولكن الكلام ده بيخلي مايلز يغضب. وفجأة بنشوف مايلز بيقطع حزام الأمان بتاع جون وبعدها بيضربه بالمقص في جنبه، وفجأة بيفقد السيطرة على العربية وبتتصدم في الشجرة اللي قدامه. وبنرجع لسارة اللي بتلاحظ شيء مش طبيعي في مكتبة مايلز، ولما بتخلع الدرج بتلاقي فيه كتاب يخص السيدة كارولاين وصور كتير ليها محتفظ بيها مايلز. وهنا بتعرف سارة إن كارسكا عاد عشان يقتل كارولاين. وبعد شوية بتعرف سارة بحادثة جون وبتوصل عشان تطمن عليه، وبتقرب منه وهو فاقد للوعي، وبتقوله إنها أسفة على اللي حصل، وبتقوله إنها قدرت تعرف إزاي توقف اللي بيحصل. وبتروح لمايلز وبتسأله عن اللي حصل، ولكنه بيقول لها إنه مش فاكر حاجة، ولأنها مش واثقة من اللي بيتكلم معاه إذا كان مايلز ولا الشخص التاني بسبب شدة ذكائه وإنه ممكن يكون بيقلد مايلز في كل شيء. وبتقوله إنها تعرف إزاي تساعده بس لازم يثق فيها. وعلى طول بتعرف مكان وجود كارولاين وبتتحرك على هناك، ولكن قبل ما بتوصل بتطلب من مايلز إذا كان هو اللي بيكلمها إنه ياخد المنوم ده عشان تضمن إنه ما يظهرش الشخص التاني ويقتلها زي ما حاول يقتل زوجها جون. وبياخد الحبوب وبينام. وبعد شوية بتوصل سارة للمكان وبتطلب من كارولاين إنها محتاجة مساعدتها لأنها تعرضت لحاجة تشبه اللي تعرضت لها كارولاين ولكن مع ابنها، وبتوافق إنها تقابلها. وبتخرج القطة بره البيت، وبنعرف إن سارة كانت ناوية تقتل كارولاين وأخدت المسدس معاها عشان كانت متخيلة إن كارسكا بمجرد ما يقتل كارولاين هيترك جسد مايلز. وبتستأذنها تدخل الحمام وهناك بتحضر المسدس، وبتتفاجئ كارولاين إن القطة دخلت البيت وبتستغرب لأنها خرجتها وقفلت الباب. وبعدها بتلاقي سارة رجعت وبتصوب المسدس عليها، ولكن بيظهر مايلز قبلها، وبيفضل يفكر كارولاين بجملته اللي دايما كان بيقولها لها: أيهم تفضل، العين البنية أم الزرقاء؟ وبيفضل يردد الجملة وبعدها بيضربها في رجلها بالسكين، وقبل ما تنقذها سارة بيكون مخلص عليها. وبعدها بيخرج بره البيت وبتحاول سارة تنقذ كارولاين لكنها بتموت. وهنا بتخرج سارة عشان تدور على مايلز، وبتفضل تقول في نفسها إن كده الموضوع انتهى ومايلز رجع تاني ليها. وأخيرا بتلاقيه واقف قدامها وبتقرب منه وبتكون فاكراه مايلز، ولكنه بيلتفت ليها وبيقول لها: انت فاكرة إن مايلز لسه عايش؟ ده مات من زمان. وبيقول لها إنه كان متأكد إنها هتوصله لكارولاين. وبتنهار سارة من الحزن وبتحاول إنها تقتل كارسكا، وبتطلع فعلا الطلقة ولكنها بتصيب سارة مش كارسكا. وبنشوف المزارع اللي في المنطقة هو اللي أطلق النار على سارة.
وبعدها بفترة بنشوف كارسكا في هيئة مايلز بيوصل لبيت جيرانهم اللي تبنوه بعد موت سارة، وبيطلع الأوضة الخاص بيه، وهناك بيشوف كارسكا الحقيقي في المراية. وبكده بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.